علاش الدول العربيه فيها النفط بزاف اكثر من الدول الاجنبيه؟ عيال نفط ابشركم، لقينا نفط خلاص. شحال هادي في ملايين السنين في المناطق بحال الخليج والجزيرة العربية وشمال افريقيا كانت مغمورة ببحار ضخمة عامرة طحالب وكائنات بحرية، وهاد الكائنات ماتت وتردمت وتسدات وتحطات عليها الارض تحت واحد الضغط عالي وحرارة، وبالتالي كونات نفط. واما غالبية الدول الاخرى ما دازتش تحت هاد السيناريو البيولوجي. والمواقع اللي جو فيها الدول العربية الاراضي ديالها ما تكسراتش بزاف، يعني باش النفط يبقى خاص ضروري ما تكون عندك ارض مستقرة ما فيهاش شي زلازل قوية وما فيهاش شي فتوحات وشقوق. والمناطق العربية وخصوصا الخليج مستقرة مزيان جيولوجيا لأن النفط بقى تحت الأرض وما تسربش. أما بالنسبة لمعظم الدول الأجنبية كان عندهم مشكلة تراكم ديال النفط في بلاصة واحدة، بحال في ميريكان وفنزويلا وروسيا عندهم النفط متفرق زائد جا غارق بزاف وصعيب الاستخراج لأنه غرق بزاف. أما في الدول العربية مكامن ضخمة وقريبة من السطح، وهادشي خلى يكون الاستخراج ديال هذاك النفط أرخص. هادشي علاش الدول العربية عندهم النفط بزاف. زائد أن الدول العربية راه ما دخلاش الثورة الصناعية بكري، النفط بقى عندنا مدفون حتى القرن 20. أما الدول الأوروبية راه صنعت بكري وهادشي خلاها تحرق الفحم والنفط شحال هادي واستهلكات الموارد ديالها. يعني واش هادشي كيخلي الدول العربية محظوظة لأنهم عندهم دابا النفط بزاف؟ في الحقيقة محظوظين بطبيعة الحال، ولكن ماشي 100%. بحال تقول نعمة ونقمة، حيت داكشي وراه صراعات وتبعية واقتصاد رائعي وشلة خربيق. يعني الدول العربية ما عندهمش النفط حتى حفروا مزيان، عندهم النفط حتى التاريخ ديال الأرض دار خدمته مزيان قبل ما يوصل للبشر. ولكن السؤال الحقيقي ماشي هو علاش عندنا النفط ولا لا، هو شنو درنا به. ما تنساش خلينا رأيك إلا كنتي كتفق ولا كتختلف معنا في شي نقطة، وما تنساش تضرب هذيك فولو باش يوصلك الفيديو الجاي.